اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا ان شاء الله هعمل لكم حاجه حلوه قوي، بتبقى جميله قوي في الشتاء وكلنا بنحتاجها. طبعا مفيش حد ما بيحبش السحلب. طبعا هديكي طريقه حلوه ان شاء الله، ما عدتيش هتشتري من بره، وطريقه بتعمل كميه كبيره قوي احلى برضو من اللي بيجي من بره. انا بصراحه من يوم ما بدات اعمله ما عدتش بشتري خالص. كل اللي خد الوصفه دي مني ما عادش بيعمل الا هي. خليكي بس معانا للاخر، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وهنبدا معاكي وهنقول بسم الله. انا معايا كوبايه دقيق رز، بجيبه اغسله واحطه في الميه، تنقيه كويس من الطينه والحاجات دي. بعد كده بتحطيه في الميه لمده ربع ساعه. الربع ساعه ده يكون بس شويه زي ما بقولوا. بعد كده بتصفيه في مصفى لغايه ما الميه تنشف خالص، وتحطها على صينيه وتقوم مسخنه الفرن لمده ربع ساعه. بعد كده بينشف في الفرن، تقوم طالعه عاملاه في الكبه، بيبقى بنفس الطريقه، بيبقى ناعم وحلو قوي. معايا كوبايه سكر برضو بودره بنفس الطريقه، معايا كوبايه لبن بودره، معايا كوبايه زبيب، معايا نص كوبايه نشا، معايا كوبايه بشر، اهم حاجه الناعم ما تجيبيش الخشن. معايا سوداني كوبايه، جبتها برضو اديتها فرمه في الخلاط في الكبه. ومعايا كوبايه سمسم. لازم تحمصي الحاجات دي. في ناس بتحب الحاجات دي تحطها في جنب، ولما تيجي تعمل السحلب بتقوم عاملاه وهو سخن. لكن انا بقلب كله على بعضه، لان بصراحه من حلاوته ما بقعدش. خليكي بس معانا، واهم حاجه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وهنبدا معاكم وهنقول بسم الله. انا بحط اللبن البودره ساعات لما يكون ما عندكيش لبن بودره ممكن تعمليه بميه، ما يبقاش محتاج اللبن. انا هجيب زي ما انت شايفه، هجيب الحله دي، بسم الله، اي بوله عندك هحط في الاول. انا معلش في حاجه حصلت، جيت ادور فكرت اللي انا بسجل ولقيت التليفون مش عارفه بصراحه ايه اللي جراله. بس انا الكميه كلها زي ما انتم شايفين. يعني انا حطيت كوبايه الرز البودر، وحطيت لبن البودره، وحطيت الزبيب، وحطيت السوداني، وحطيت كل المقادير اللي انتم شايفينها ديت، وحطيت كيسين فانيليا. فرغتهم برضو عشان يدوا ايه طعم وريحه حلوه كده للسحلب اللي احنا عاملينه. بصراحه انا بتاسف، لان فعلا انا اسفه لان ما خدتش بالي خالص ان الفيديو قفل. عشان يعني اللي يحب يشوفه كده، انا حطيت كل الكميه على بعضها. وطبعا هو زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، والريحه بتاعته جميله. شوفوا الكميه اللي عملها، كميه حلوه قوي. انا بصراحه يعني الحمد لله لما بعمل اي حاجه عنده مصداقيه، الحمد لله، لاني طبعا بعمل الحاجات ديت لبيتي وكده. انا بصراحه قريب خالص زي ما بقول لكم اشتريت السحلب ده، لقيته مفيش فيه لا لبن بودره ولا سوداني ولا زبيب الا شويه بس، وبسم الله ما شاء الله، يعني غالي ما هوش رخيص. فانت لما تعمليه يعني هتجيبي بحق اللي انت اشتريتي بيه، هتجيبي بيه الكميه اللي انا عاملاها ديت، وهتعمل عندك يعني كميه حلوه. زي ما انتم شايفين انا كده خلاص زي ما بقولت لكم كل المقادير في اول الفيديو. هحطها في برطمانات. انا بجيب برطمانات ازاز بتغسليها غسله حلوه، وبعد كده بتعقميها وتقوم حاطه، يعني ما بتستعمليهاش لا للطحينه ولا لاي حاجه. يعني ولا يعني في ناس بتبقى تستعمل البرطمانات ديت بتحط فيها حاجات، فالريحه بتبقى موجوده في الحاجه اللي انت بتعمليها. بالذات الحاجات اللي زي ديت محتاجه تعقيم، يعني البرطمان اللي تعمليه عقميه وسيبيه لما ينشف كده، وبعد كده هنفرغ فيه الكميه الحلوه ديت. انا هجيب البرطمانات قدامكم وان شاء الله هوريكم احلى طريقه سحله. انا دلوقتي البرطمان زي ما انتم شايفين اهوت غسلته وناشف، وبرده بقوم عامله النار واقوم حاطاه عليه شويه كده. ليه؟ عشان تعقميه تعقيم حلو، او بشويه خل وميه كده وتقومي سايباه. انا بعمل كده. احنا دلوقتي زي ما انت شايفه قلبت كله ببعضه. اهم حاجه ما تنسوش الفانيليا، وفي برده حاجه كمان ذره، يعني حاجه بسيطه، شوفوا شعرايه كده بسيطه من الملح. قلب كله ببعضه، احطه في البرطمانات زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. احط البرطمان احطه، وبعد كده ارجع لكم تاني. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كميه حلوه. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.